من ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف إن قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى إن قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل إزاي؟ تابعونا كل يوم حد وأربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي، وانتوا تعرفوا إزاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب تنزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما افكر في الحساب تنزل دموعي. آمنت بيك قربت ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا قيس هيتجوز ليلى. الطبيعي بتاعنا كل يوم بيكون قيس هيتجوز ليلى، ومعانا عبد الحميد متولي، بس للأسف النهاردة عبد الحميد مش موجود لمرضه الشديد، ندعيله بالشفاء ويا رب دايما كده يكون معانا، والحلقة الجاية ينورنا ويقول لنا أخبار قيس صاحبه إيه. النهاردة معكوش أخبار عن قيس كتير، لأن عبد الحميد اللي هو بيجيب لنا أخبار قيس مش موجود، فاخبار ليلى هتكون كتير النهارده ونعرف عنها حاجات كتير. عايزه بس افكركم ان كان في سؤال كده في الحلقه اللي فاتت احنا كنا قدمناه، وهو كان عن حفل الزفاف. هل بتفضل حفل الزفاف؟ ولو بتفضله بيكون كبير ولا صغير؟ ولو مفيش يا ترى ليه؟ مستنيين طبعا اجاباتكم على الفان بيج بتاعتنا وعلى الايفنت تحديدا، وكمان على مستنيين اتصالاتكم على 015804 او 012 26 46 74 84. يا ريت نسمع اجاباتكم ونعرف رايكم في الموضوع ده هيكون ايه. تعالوا نطلع مع بعض كده نشوف هناخد ايه النهارده. معانا في الحلقه بتاعتنا هنتكلم عن حفل الزفاف وعن شهر العسل، ومعانا شويه نصايح من دكتور فيل، وهنشوف المشكلات اللي ممكن تواجهنا ممكن نتخطاها ازاي في يوم حفل الزفاف. تعالوا نطلع مع بعض الفاصل الصغير ده ونرجع نكمل على طول.
عاللي بيستاهلوا ندور طول العمر ونستناه. انا من اللحظة دي بقولك اني بحبك اكتر مني، انت اللي عشانك بكتب شعر، انت اللي عشانها بغني. تتجوزيني؟ تتجوزيني، مش عايز غيرك في الحياة، اوعى تسيبيني من غير ما اتكلم انت بتسمعيني، عشانك اطول السما لو حبيتيني. انا حاسس ان الكون وياكي بشوفه بشكل جديد، الدنيا بتضحك وانت معايا، كشر وانت بعيد. انا شايف فيكي ولادنا ومستقبلنا ودنيا امان، مهما هنكبر ونعجز هفضل احبك زي زمان. تتجوزيني، مش عايز غيرك في الحياة، اوعى تسيبيني من غير ما اتكلم انت بتفهميني، عشانك اطول السما لو حبيتيني. إني بحبك أكتر مني، أنت اللي عشانك بكتب شعر، أنت اللي عشانها بغني. اتجوزيني، مش عايز غيرك في الحياة، اوعى تسيبيني من غير ما اتكلم انت بتسمعيني، عشانك اطول السما لو حبيتيني. تتجوزيني، مش عايز غيرك في الحياة، انت بتفهميني، عشانك اطول السما لو حبيتيني. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي وسيط اف ام علشان نعرف ازاي قيس وصل للمرحله دي وقال لليلى تتجوزيني. طبعا احنا بقالنا فتره بنتابع قيس وليلى وعايزين نعرف وصلوا لفين. في البدايه بداوا معانا بان هم اتعرفوا على شخصيات بعض، وبعد كده اتعرفوا على الاهل والمشكلات اللي واجهتهم ومروا بيها ازاي، وكمان وصلوا معانا في تجهيزات الشقه من اول ما اخدوها والاساسيات. وصلنا لعبد الحميد، وانا كنا وصلنا فتره ان احنا كنا الاسطى عبد الحميد والاسطى امنيه في التجهيزات، واخر مره كنا مهندس ديكور واخترنا الالوان، وهم كمان اهتموا معانا بالاختيارات ديت وعجبتهم قوي وفادتهم وفادت غيرهم كمان كتير. النهارده بعد ما الشقه خلاص اتوضبت وخلصت ووصلنا لمرحله تتجوزيني، قيس قالها الليله اخيرا، وزي ما اتفقنا من البدايه ان قيس ان شاء الله كان هيتجوز ليلى، والنهارده بالفعل بيبداوا يجهزوا للفرح. الفرح والحفل الزفاف بتبقى حفلة مهمة جدا، وبيبقى يوم مهم جدا في حياة العروسين، وبيبقى دايما بيفتكروه. وقيس وليلى دايما عشان هم مميزين قوي عندنا، النهاردة جبنا لهم شوية حاجات كده هتساعدهم. يعني هي صحيح بتخص ليلى اكتر، بس قيس له برضو وجود معانا في الموضوع، ما تقلقوش. مش عشان عبد الحميد مش موجود يعني هننسى قيس، لا، هو عبد الحميد هيتابعنا وهيبلغ قيس بكل اللي احنا هنقوله. الطبيعي عشان تعملي حفل زفاف كبير او تعملوا حفل زفاف كبير او حتى صغير لازم يبقى فيه تخطيط. التخطيط السليم في كل حاجة بيوصلنا لمرحلة او لنتيجة جيدة جدا.
يعني ممكن كده قبل حفل الزفاف ب3 شهور ممكن قيس وليلى يقعدوا مع بعض كده ومع الأهل طبعا من الطرفين، ويبدأوا يقرروا هل هيعملوا فعلا فرح كبير ولا فرح صغير، والميزانية بتاعته هتكون قد ايه. طيب لو حفل كبير هيعملوه فين، وتكلفته هتكون قد ايه، ومين ممكن يجي ومين ممكن ما يجيش، والحفل العائلي والحفل المختصر، حفلات كتير جدا لازم نبقى من الأول محددين احنا عايزين ايه، لان ده من البداية اللي هيحدد التكاليف اللي احنا هنتكلفها. فمثلا لو احنا قلنا هنعمل حفل كبير وجينا قبلها وجهزنا كل حاجة، وفي الاخر مع تجهيز الشقة وتوضيبها ما لقيناش المبلغ ده متوفر، طبعا ممكن تحصل مشكلة. وممكن نقول من البداية نعمل حفل صغير والأزمة تتحل. في حاجات كتير جدا ممكن انها ليها بدايل وممكن نتنازل عنها. اول حاجة زي ما قلنا لازم هنحدد احنا ميزانية الحفلة دي هتكون فين وبكام وليه. ليه هنعملها كده، ليه هتكون كبيرة وليه هتكون صغيرة. هل كبيرة علشان احنا محتاجين لينا اصحاب كتير ومنقدرش نستغنى عنهم، وقرايب وناس قريبين مننا منقدرش نبعد عنهم، ولا ناس هنعمل حفل صغير علشان هم دول بس اهلنا ودول اصحابنا اللي احنا بس نحب نشوفهم يكونوا معانا. طيب موقع الحفلة ده هيكون فين؟ هل هنعمل الحفلة ده في اوتيل كبير، ولا في البيت، ولا في جنينة مثلا في حديقة صغيرة؟ اعتقد ان لو عبد الحميد كان موجود معانا النهاردة كان هيقول اعمله في حديقة، لانه هو دايما بيفضل ده. قيس وليلى احنا مش عارفين لسه هيعملوا فين، بس اكيد لما احنا هنخلص كلامنا هيكونوا في الاخر اكيد قرروا هيعملوا فرحهم فين. طيب لو احنا نعمله في فندق، الفندق بيتقسم برضو جواه القاعات، نختار انهي قاعة كبيرة ولا قاعة صغيرة. ده كل ده بيتحدد على عدد المدعوين اللي احنا هندعيهم، وده بيكون من البداية لازم نحدده. يعني لما انت وخطيبك والاهل تقعدوا مع بعض، او قيس وليلى هيقعدوا مع بعض واهلهم معاهم ويبداوا يحددوا مين اللي هنعزمه، هيتحدد على اساسه الفرح. 100 فرد بقى، 200، 300، ده على حسب، او ممكن يكونوا مثلا 50، حاجة بسيطة وحاجة صغيرة. طيب احنا هنعمل الفرح دوت لو كبير او صغير، طب هنقدم فيه طبعا اكيد وجبات او طعام. طب نحدد بقى كل فرح من دول هيحدد الوجبة اللي احنا هنقدمها، او الحاجات الضيافة اللي احنا هنقدمها للضيوف. ما ينفعش يكون فرح كبير وعدد معازيم كبار جدا وفي اوتيل كبير قوي وتلاقي فيه حاجات بسيطة متقدمة، لا طبعا، لان ده بيكون فيه بوفيه كامل وعشاء كامل، ولازم نبقى عارفين احنا هنقدم ايه وايه المفيد وايه المضر. ولازم واحنا بنختار نكون بنختار حاجات ما بتضرش الجميع. يعني ساعات مثلا بيبقى في ناس عندها حساسية من الأسماك أو من البحريات عموما، فبنتجنب الحاجات دي. وطبعا الأهم بيكون حاجات زي ما تكون نواشف زي ما بنقول، وعلشان ما تضرش حد برضو، تكون خفيفة وما تضرش حد. ولازم نعرف الاوتيل اللي احنا متعاقدين معاه او صالة الافراح اللي احنا متعاقدين معاها دي، هل هي هتقدم لنا ده، هتقدم لنا الوجبات دي، وهورينا القائمة بتاعتها ونبدأ نختار منها يا ترى هيناسبنا ولا لا. لو مش هيناسبنا بنبدأ نجيب من بره، مفيش مشكلة، احنا في اماكن كتير قوي ممكن نجيب منها، لان في اماكن بتكون مخصوص تحديدا لتجهيزات الافراح، ممكن نجيب منها ونتفق على الوجبات منها. بس في حاجة مهمة قوي بقى لازم ناخد بالنا منها، لان طبعا دي حاجة عايزين نعملها حاجة خير كده. لان قيس وليلى بعد الفرح ما هيخلص طبعا هيكونوا عاملين فرح، مثلا لو عاملينه في مكان كبير هيكون التكلفة بتاعته عالية، هيكون في وجبات كتير وممكن الباقي ده يتفضل منهم. الأحسن بقى إن احنا نكون متفقين مع جمعية خيرية مثلا، إن في آخر الفرح الجمعية الخيرية دي يا إما هتيجي يا إما هنبعت لها احنا الوجبات المتبقية، بحيث إن برضو لو هو في إسراف وتبذير يبقى احنا مش للآخر وصلنا للإسراف والتبذير، لا بالعكس، احنا كمان أسعدنا الناس معانا في نفس الوقت. ودي طبعا هتكون حاجة كويسة، هيفضلوا على الأقل بادئين حياتهم بحياة طيبة وحياة جميلة فيها خير من أول يوم ومن أول ليلة، لأن طبعا اليوم ده بيبقى فيه مشاحنات كتير وفيه ضغوط كتير جدا. بعد قائمة الطعام، ولازم نهتم كمان ببطاقات الدعوة بقى وكارت الدعوة، ده بيبقى حاجة مهمة قوي، لأن في ناس في الآخر ما بتلحقش يوصل لها كارت الدعوة، فبتلاقي العروسة أو العريس أو قيس وليلى اتكلفوا كتير في البطاقات والدعاوي والكروت دي وفي الآخر ما وصلتش.
فالمفروض ان احنا مادام قعدنا قبلها فتره وحددنا مين هيحضر ومين مش هيحضر، المفروض ان احنا كمان بنكون عملنا تواصل مع المطبعه بتاعه الكروت ديت، وبدانا نتكلم معاهم ويا ترى هنعمل الكروت دي شكلها ايه، وممكن نشوف عينه بعد الطبع وشكلها ايه، ولو عجبتنا فعلا بنبدا التنفيذ، وده بيكون بفتره كفايه علشان نقدر نضمن ان احنا هنوصل الدعاوي دي في مواعيدها، الدعاوي في مواعيدها للناس، بحيث ان احنا في الاخر يبقى الكل استفاد منها، لان طبعا دي بتفضل ذكرى جميله قوي، خصوصا لو شكلها حلو والناس بتبدا تحتفظ بيها، بتبقى ذكرى دايما ده فرح قيس او فرح ليلى، وبيفضلوا محتفظين بيها لفتره طويله. حاجة تانية مهمة جدا لازم ما ننساهاش برضو، لانها بتحصل ان ما بناخدش بالنا منها، وهي التصوير والمصور. يعني ما ينفعش ابدا يبقى عندنا فرح كبير وننسى مثلا التصوير بتاعه، اذا كان تصوير فوتوغرافيا او فيديو، فلازم نتفق مع حد، نتفق مع الاستوديو مثلا، ونتفق ونشوف احسن عرض عنده هيكون شكله ايه، ولو العرض ده بس فوتوغرافيا او فيديو كمان، وناخد احسن عرض وتكلفته والميزانية بتاعته، وهل هيأثر على الميزانية بتاعتنا او لا. وساعات كتير جدا بتبقى قاعات الافراح مرتبطة بالاستوديو، وبتبقى متفقة معاه ان هي هتبقى الاساس. طب اوكي، لو هي كويسة احنا اوريدي هنقبل بيها وهنكمل. طب نفترض ان هي مش هي دي اللي احنا عايزينها مثلا، لان شفتوا العروض اللي قبل كده او الصور اللي في الاستوديو ده او في القاعة دي كانت قاعة كويسة قوي، بس العيب ان كان التصوير مش حلو. فممكن ان احنا في الوقت دوت نعمل ديل كده مع الفندق، ان احنا او الاوتيل او اي مكان احنا نعمل فيه الفرح، ونتفق معاهم مثلا على ان احنا نحذف التكلفة دي ونحط تكلفة من عندنا بقى، نجيب احنا استوديو من عندنا ونبدأ نتفق معاه ونشوف ممكن يوصل معانا لأحسن اتفاق هيكون شكله ايه. وطبعا الحاجات دي كلها لازم نكون من البداية متفقين احنا هنستلم الصور دي امتى بعد التصوير وبعد الفرح. يعني هو احنا هنجيبه على طول ولا هنقعد فترة طويلة، والفترة دي مدتها هتكون قد ايه. لو هي على طول وبسرعة، ده ممكن يخلينا مثلا ساعات الاستوديو بيعمل اوفر كده، ان هو يوم الفرح بيجي ساعة الحفلة بيدخل بصورة كبيرة جدا بتكون العروسين، بتبقى على ما هم بيوصلوا القاعة بتكون الصورة وصلت وبيمضوا عليها، والضيوف كمان بيمضوا عليها، وممكن يعمل لهم اوفر تاني ان هو يكبر لهم صورة تكون كانت موجودة عندهم من زمان، او يتصوروا صورة مخصوص علشان تتحط في مدخل الفندق او المكان اللي هيقام فيه الفرح، ويبدأوا المدعوين يكتبوا عليها كلمة كده لكل عروسين. تعالوا كده نطلع مع بعض فاصل صغير نشوف بعدها هنتكلم عن ايه. بس عايزة افكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى بتفضل فرح كبير ولا فرح صغير، ولا بتفضلش يكون فيه فرح اصلا؟ مستنيين اتصالاتكم على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84، وطبعا الكومنتس بتاعتكم على الفان بيج. تعالوا نطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل على طول. خطفنا الغرام ونعيش يالي في أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي قرب كمان حسسني بيك، دي الليلة دي بألف ليلة ليلة. الليلة دي مش حنام حندوب ويخطفنا الغرام ونعيش يالي في أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي ليك قرب كمان حسسني بيك، دي الليلة دي بألف ليلة ليلة. أنا مش مصدق نفسي والله، كل ده أفضل
قلبي دايبة من هواك. أيام حياتنا لسه جاية حندوب يا غالي في كل ثانية. الله على الأيام معاك، يا سلام الله عليك يا غرام. أنا عمري كله من النهاردة معاك. تعرف حبيبي قد ايه اليوم ده ما حلمت بيه، وعشت مستني الليالي ليالي من يوم ما جت عيني في عينيك، وانا حاسس اني هبقى ليك وهعيش حياتي معاك يا غالي يا غالي. انا مش مصدق نفسي والله، كل ده في قلبي دايبة من هواك. ايام حياتنا لسه جاية حندوب يا غالي في كل ثانية. الله على الايام معاك، يا سلام الله عليك يا غرام. انا عمري كله من النهارده معاك. نفسي والله، كل ده في قلبي دايبة من هواك. أيام حياتنا لسه جاية حندوب يا غالي في كل ثانية. الله على الأيام معاك، يا سلام الله عليك يا غرام. ده انا عمري كله من النهارده معاك.
لازم كمان تكون جربت كل حاجة مع بعضها عشان تعرف شكل كل حاجة مع بعضها ايه ومناسب او لا، ويكون عندها وقت للتغيير في اخر وقت. بلاش طبعا في اخر وقت، هي تكون استقرت قبلها بشوية بس يكون عندها الاستعداد للتغيير. أعزائي مستمعينا مستنيين لسه إجاباتكم، يا ترى لو بتفضل فرح أو لأ، ولو بتفضلوا بتكون الحفلة كبيرة ولا صغيرة، ولو مش بتفضل يا ريت نعرف ليه. مستنيين اتصالاتكم على 0100 5804 904 و 012 26 46 74 84. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. أنا عارف إني بحلم والحلم جميل وبيحلالي، قال إيه قاعدة جنبي والناس شايفاكي وحسداني. ما هو طبعا ما انت قمري ونوري وضلي وآمالي، ونفسي أقولك كده من زمان. أنا كل ما غمض عيني ألاقيكي جاية من بعيد، لابسة الفستان الأبيض والمزيكا تقول وتعيد، وألاقيكي بتضحكيلي وبتقوليلي بقينا لبعض، وألاقي دقات قلبي من كتر الفرحة تزيد، وألاقي لما وأحلى دمعة من عيون فرحانة. ما خلاص العين هتنام بعد ليالي كتير سهرانة، وألف أوري الشبكة ودي ربكة ما جت على بالي، وألاقي الناس بتغني بصوت عالي. اسم الله عليهم عيني عليهم ربنا يحميهم، وتملى دستة عيال بيتهم وتطلع عينيهم، وتيجي الناس تطل عليهم ويقولوا بالله مين يقول يعيش في حقيقة في زيها في الجنة. أنا بحبك دايما جنبك وعمري معاكي، أنا كل ما غمض عيني ألاقيكي لابسة الفستان الأبيض والمزيكا تقول وتعيد، وألاقيكي بتضحكيلي وبتقوليلي بقينا لبعض، وألاقي دقات قلبي من كتر الفرحة تزيد، وألاقي لما وأحلى دمعة من عيون فرحانة. ما خلاص العين هتنام بعد ليالي كتير سهرانة، وألف أوري الشبكة ودي ربكة ما جت على بالي، وألاقي الناس بتغني بصوت عالي. اسم الله عليهم عيني عليهم ربنا يحميهم، وتملى دستة عيال بيتهم وتطلع عينيهم، وتيجي الناس تطل عليهم ويقولوا عقبالنا مين يطول يعيش في حقيقة في زيها في الجنة. ورجعنا لكم تاني ومكملين قيس هيتجوز ليلى، ولسه مكملين معاكم حفل الزفاف والترتيب لحفل الزفاف وشهر العسل.
حاليا وصلنا لشهر العسل. شهر العسل ده بتبقى حاجة مهمة جدا ورحلة مهمة جدا بيقضيها قيس وليلى، ولازم طبعا تكون كويسة ومحبوبة بالنسبة لهم علشان يحسوا كده بحاجة يفضلوا فاكرينها بعد كده، لأن في الغالب يعني الناس كلها ما بتفتكرش بعد الجواز غير شهر العسل. طبعا لو عبد الحميد كان هنا كان هيقول كلام كتير، بس كويس ان هو النهارده في الحلقة دي مش موجود، لأنه كان كده هيخلي قيس لا يمكن يتجوز ليلى. شهر العسل المفروض ان اي ليلى واي قيس يرتبوا له من قبلها بفتره، يعني يبقوا عارفين تكلفتهم، التكلفه الماديه اللي ممكن يتكلفوها عشان رحله زي دي ممكن تكون قد ايه. وطبعا يروحوا كده في زياره صغيره لمكاتب شركات السياحه ويعرفوا ايه العروض اللي متقدمه من عند كل مكتب، يعني يروحوا لاكتر من مكتب، بلاش مكتب واحد بس ويعتمدوا عليه، لا يروحوا اكتر من مكتب ويدوروا ويشوفوا المناسب بالنسبه لهم ايه، ويشوفوا التكلفة دي مناسبة ولا لا ويختاروا على أساسها. بعد كده هيعملوا حاجة بسيطة ان هم يحضروا شنطة السفر من قبلها فترة، لأن في الغالب هم هيجوا في وقت مشغولين جدا أو تعبانين جدا بقى، يعني بعد حفلة وبعد حاجات كتير مش هيقعدوا يجهزوا شنطة، فياريت تكون جاهزة من البداية ويكون عندهم الاستعداد دايما ان هم ممكن يسافروا في أي لحظة، يعني ممكن قبل الفرح ولا أي حاجة يقوموا طالعين كده مسافرين مع نفسهم. طبعا التذاكر بقى بتاعت السفر والباسبور والحاجات دي كلها لازم تكون جاهزة، ولازم تكون معروف انتوا حاطينها فين، لان الناس كتير جدا بتيجي وقتها بتنسى كل حاجة زي ما اتفقنا. ولازم طبعا نقيد برضو كل الحاجات دي، احنا هنطلع مع مين، مع شركة ايه وامتى وفين، علشان اعرف ناس بعد الفرح ما خلص اتضح ان هما كانوا يسافروا في رحلة قبلها بيومين، حجزوا الميعاد غلط، فلازم يكونوا متفقين مع الكلام على كل الحاجات دي ومفهمين كل اللي حواليهم ومفكرينهم عشان يفكروهم كمان. بعد كده كان يعني ده الشهر العسل لازم نكون متفقين عليه من قبلها بفترة. طب يوم الزفاف نفسه بتحصل مشكلة دايما كبيرة قوي، ان بيبقى دايما متفقين مع حد قريبنا انه هيجي يوصلنا بالعربية، بس للأسف ما بيجيش أو بتحصل عطل أو الأحسن في كل دوت إن احنا نتفق مع مكتب مخصوص للسيارات، سيارات الليموزين مخصوص، علشان ده يجي يبقى هو المسؤول، لو عربية مش سليمة أو فيها مشكلة هيوفر لنا واحدة تانية، وبكده بنتجنب مشكلة إن العروسة تقف في الشارع أو مش تلاقيش مكان تروح تقضي فيه عربية أو أي حاجة تنقلها يعني. فمن الافضل ان احنا نتفق وما نعتمدش على حد في الموضوع ده، حتى لو هي مجامله جميله او هتوفر حقيقي في الفلوس كتير انا عارفه، بس هتوفر علينا مشاكل كتير كمان. لازم كل الحاجات دي تكون زي ما اتفقنا متسجله ومعروف مكانها ومواعيدها وحاجات كتير عشان ما نقعش في مشاكل ممكن نتجنبها. والمشاكل برضو اللي ممكن نتجنبها ممكن العرسان ما ياخدوش بالهم منها، وممكن بننبه ليها قيس وليلى اصدقائنا، حاجة مهمة جدا لو بعدنا عنها شوية حاجات كده، لو بعدنا عنها بتخلي برضو شكل الفرح معقول شوية، ويعني تبقى نسبة نجاح الفرح وان هو يكون يوم جميل ومر علينا كويس كبيرة. زي مثلا مشكلة الجو، ما ينفعش ابدا نكون ناويين نعمل الفرح بتاعنا او الحفلة بتاعتنا في مكان مفتوح في الشتاء، لان طبعا في المكان المفتوح ده متوقع في اي وقت ان الدنيا ممكن تشتي، فبالتالي الفرح كله هيتأجل او هيبقى شكله مش حلو. فلازم نهتم جدا بالجو ونشوف الاماكن اللي ممكن تساعدنا في ان احنا نعمل الحفلة في مكان مفتوح. لو احنا مصرين نعمله في مكان مفتوح، هل هتوفر لنا في الوقت دوت لو نفترض الدنيا حصل فيها مطر، هل هتوفر لنا حاجات تساعدنا على ان احنا نعدي اليوم، زي مثلا في مظلات هتفتح في الوقت ده ويبقى برضو حاجة ظريفة، الدنيا بتشتي والناس تفرح، ولا هنلاقي نفسنا في الاخر الفرح باظ، الحفلة باظت والناس اضطرت انها تروح وبقيتي قاعدة لوحدك كليلة في الاخر. لازم نهتم جدا بالجو. زي ما اهتمينا بالطعام وان احنا ما نجيبش حاجات ممكن لو حد اكلها تعمل ضرر لحد معين، مثلا زي الحساسية من البحريات، نهتم كمان بالمشروبات اللي هتتقدم. يعني طبعا احنا في مجتمع مش بيقدم مشروبات روحية او كحولية كتير، بس ساعات بتحصل ان في اماكن بتقدم الحاجات دي، فاحنا دايما نهتم بيها هل هتتقدم ولا لا، ومن الافضل انها ما تتقدمش، لان ممكن حد من المعزومين المدعوين يشرب كتير وبالتالي هيبقى رد فعله في الفرح مش كويس، وممكن يبوظ الفرح ويعمل حوادث كتير جدا، وتبقى مشكلة وتبقى حاجة مش ظريفة تفضلوا فاكرينها طول العمر ما بينكم وما بين الشخص ده.
طبعا اتأكدنا قبل كده ان الورد بتاع الفرح هيكون ناضج، وان هو هينفع في الوقت ده، الصيفي في الصيف والشتوي في الشتاء. بتحصل دايما مشكلة كبيرة قوي ان بنقعد نختار حاجات كتير جدا للفرح. طبعا اي بنت في الدنيا او اي ليلى او اي قيس بيبقى دايما عايز يخلي فرحه في احسن صورة، فبيبدأ يجمع حاجات كتير جدا، تتجمع كلها بيلاقي نفسه في الاخر دفع مبلغ كبير قوي. بعد الفرح او اثناء الحفلة بيبدأ يفكر هو انا دفعت كل ده ليه؟ ده هي كانت ساعتين، معقولة ادفع فيهم كل المبلغ ده؟ وبيبدأ تحصل عنده مشاكل، وبيفضلوا طول العمر فاكرين اليوم ده ان هو كان يوم صرفوا فيه كتير جدا. فطبعا خير الامور الوسط، ودايما بلاش نخرج من الفرح مديونين، يعني عشان نفضل فرحانين نفرح النهارده ونكمل بقيه فرحتنا باقي العمر. بلاش نفضل باقي العمر فاكرين ده انا فضلت اسدد في مصاريف الفرح ده بعدها بفتره قد ايه. من الاحسن طبعا ان احنا نكون على قد امكانياتنا، وده طبعا بيكون بالاتفاق بين قيس وليلى والاهل. طبعا قبل الفرح كده بكام يوم، يعني بثلاث 4 ايام، نبدأ نتصل بالناس ونشوف الحاجات بتاعتنا جاهزة ولا لا. يعني نتصل بتاع الورد وبتاع بالفندق، نأكد الحجز تاني، ونشوف لو في اي منغصات ممكن تظهر علينا في اي وقت ان احنا نتجنبها ونخلص منها بدري. وده بان احنا نتصل بالناس بدري شوية ونتأكد ان كل حاجة جاهزة وان كل حاجة هتيجي في وقتها وفي ميعادها. الأطفال حبايبنا بيبقوا موجودين معانا طبعا، وبيبقوا فرحة جميلة جدا في الأفراح، بس ساعات بيبقى لهم وجودهم الزيادة بيعمل مشاكل برضو زيادة. فلو احنا هنضطر نجيب أطفال معانا، يا ريت برضو نكون مختارين مكان يكون فيه زي مكان كده، زي حضانة بالليل كده، بتبقى حاجة صغيرة بحيث ان هم بيكونوا موجودين فيها قاعدين بيلعبوا، وفي نفس الوقت مش بيضايقوا العريس والعروسة ولا أهلهم نفسهم، لأن برضو الأهل الأب والأم عايزين يفرحوا مع أصحابهم أو مع قرايبهم. فممكن نوفر لهم كده مكان مع حد، نجيب حد يقعد بيهم، وبتبقى في نفس الوقت حضروا معانا في بداية الفرح، وممكن كملوا النوم بقى مع نفسهم. ممكن طبعا من البداية خالص، من أول ما بدأنا برنامجنا قيس هيتجوز ليلى، وإحنا متفقين إن من البداية قيس وليلى لازم ياخدوا رأي الآخرين بالاستشارة، وياخدوا رأيهم في كل حاجة. بس الاستشارة دي ما تأثرش قوي على رأي قيس وليلى، لأن طبعا ساعات الاستشارة بتكون مش هي دي الهدف أو مش هو ده المناسب. فطبعا لازم ناخد رأي أفراد العائلة والأصدقاء، على الأقل الأصدقاء القريبين هم اللي بيقدموا النصيحة اللي بتكون صح في الوقت المناسب. فطبعا لازم نكون معاهم دايما باستمرار، ناخد رأيهم وناخد يعني أفكارهم برضو اللي هتكون معانا. وطبعا ساعات بتبقى في حاجة ظريفة قوي بيحب الناس يعملوها، ان هو حد من أصحاب العريس أو من أصحاب العروسة يقوم يقول كلمة. فياريت قيس وليلى كده يختاروا حد من أصحابهم المقربين اللي بيحبوهم قوي، وياريت برضو محدش غير أصحابهم دول يتطوع ويقول هو كلام من عنده، لأن طبعا مش مضمون ممكن هيقول ايه. ودي حاجة بتبقى طبعا مسجلة وبتبقى طول العمر، فياريت تفضل ظريفة ولطيفة يعني. يعني بتتفقي طبعا قيس أو ليلى بيتفق مع منسق الحفل ان هم دول الشخصين بس اللي هيتكلموا، او الشخص ده بس اللي هيتكلم، ويا ريت المايك ما يروحش لاي حد تاني، لان مش مضمون ممكن يكون هيقول ايه. ساعات برضو بيحصل ان في الفرح كده واحنا قاعدين والفرح شغال وجميل جدا ومفيش اي مشكلة، تبص تلاقي ان في حد زعلان من الضيوف. زعلان ليه؟ لان كان عايز يبقى في ترابيزة تانية مختلفة، كان عايز الاشخاص اللي موجودين وهم بيستقبلوه ما كانوش يعني وصلوا له المعنى صح ان هو دي ترابيزته او دي المكان المفروض يقعد فيه. فطبعا لازم حد يتدارك الموقف ده بسرعة قوي، اذا كان من اهل العروسة او من اهل العريس او من الطرفين، على حسب الضيف اللي زعلان ده تبع مين بالظبط. وطبعا قيس وليلى لازم برضو يرحبوا بالضيف دوت ويستقبلوه كويس، ويوضحوا له برضو وجهة نظر، او ان ده مش حاجة مقصودة ليه، يعني مش هو تحديدا المقصود ان هو يقعد بعيد عنهم لسبب ان هم كارهينه مثلا او حاجة.
في برضو كمان مشكلة بتبقى مشكلة مهمة قوي، مشكلة الموسيقى او الاغاني اللي هتتسمع في الفرح ده. لو هنعمل فرح كبير وفرح فيه اغاني، بلاش تتفاجئي او تتفاجئ بالاغاني اللي انت هتسمعها. يعني بيبقى فيه احيانا مفاجآت، بس ما تبقاش كلها مفاجآت. يعني من الافضل ان تكون قيس وليلى متفقين مع منسق الاغاني قبلها بشوية، وعارفين ايه اللي هيشتغل وترتيبها على الاقل. لو الترتيب مش مهم يبقى عارفين ايه الاغاني اللي هتشتغل. مفيش داعي ان هم في الاخر يكتشفوا ان فرحهم كان هادي قوي والاغاني او الموسيقى كانت هادية جدا، فالفرح بقى ميت تقريبا، او زحمة جدا واغاني دوشة قوي، فالناس بقت قاعدة متضايقة او في ناس مشيت بسبب الدوشة، وطبعا هتبقى حاجة مش ظريفة. فمن الأحسن إن احنا نستخدم الأغاني اللي متعودين عليها وبنحبها، والهادية في نفس الوقت تكون هادية، ويعني الفرح يكون متنوع، بس متنوع بهدوء وبجمال كده الناس تحبه، وتحب دايما إنها تكون حاضرة الفرح ده، تفتكر دايما تقولك يوم فرح قيس أو ليلى كانت الأغاني جميلة جدا، وكان اليوم جميل قوي، وكانت دوشته مش بالشكل اللي احنا كنا متخيلين. في كمان بقى مشاكل المفروض تكون ليلى وقيس حاطين تخيلات انها ممكن تحصل. يعني طرحة ليلى مش عارفة مش مظبوطة، بدلة قيس حصل فيها مشكلة أثناء الحفلة، فده كله يعني حاولوا يتجنبوه بأي شكل من الأشكال. إذا كان ممكن يكون في فستان بديل أو جاكيت بديل، ومش شرط يكون فستان زفاف. هي المفروض خلاص حضرت البداية والحفل استمر وحصلت مشكلة، فلازم يعني نتدارك الموقف ده بسرعة. ممكن تكون معاها فستان سهرة تاني ممكن تلبسه، وقيس برضو ممكن يكون معاه بدلة تانية، أو لو الجاكيت فيه مشكلة أو أي حاجة، بحيث أن نتجنب الموقف ده. ودايما نحاول قيس وليلى ما يخلوش أن دي مشكلة، مش آخر العمر هيقف هنا. طبعا نتمنى أن زفافهم يكون جميل وظريف ولطيف، بس برضو مش هو ده نهاية المطاف. يعني جايين نستمتع باليوم، مش جايين الناس تزعل منه أو يزعلوا عليه. فنخلينا دايما فرحانين باليوم مهما حصل فيه، نحاول نعدي اللي حصل فيه. في مشكلة دايما بتحصل بسبب برضو الموسيقى زي ما قلنا، بس دي مرتبطة بيها مش بسبب الموسيقى تحديدا. ان ساعات بما ان احنا يعني في مجتمع شرقي شوية، ساعات ليلى ممكن ترقص زيادة، فقيس يزعل قوي، او العادات والتقاليد بقى تختلف فتحصل مشكلة. فهو طبعا يفضل ان يكون الطبيعي والمتوسط والعادي والهادي، وفي نفس الوقت ما يبقاش مضايق لا ليلى ولا قيس. تعالوا كده هنطلع فاصل. قبل الفاصل بس عايزة اقول لكم احنا عايزين نفكركم بالسؤال بتاعنا. يا ترى لو بتفضل تعمل فرح، تفضلوا فرح كبير ولا فرح صغير؟ ولو مفيش، ليه مفيش فرح؟ وجهة نظرك فيها ايه؟ مستنيين تعليقاتكم على الفان بيج بتاعتنا، واتصالاتكم على 0158 و 012 26 46 74 84. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع نكمل حلقتنا ونكمل بقية نصايحنا لقيس وليلى. من بيت أهلك جايبك تسكني بيته، تعيشي بقلبي صونك للعمر كله، يلي بحضن الأهل عالوفا تربيتو، خلقتوا سوا قلبين مع بعضن يضلوا، خلقتوا سوا قلبين مع بعضن يضلوا.
الليل الشهادي رب السماء هو اللي جمعهن. شالله العمر الحلو يكون الإلهام إلو إيدين صغار تغمرهن. من بيت أهلك جايبك تسكني بيته، تعيشي بقلبي صونك للعمر كله. يلي بحضن الأهل عالوفا تربيتو، خلقتوا سوا قلبي مع بعضن يضلوا. سوا قلبين مع بعضهم يضلوا. خالق سبع سما. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. اصحى يا نايم اصحى يا. في إذاعة مش عادية، صوت كله سعدية، كل يوم بتقول حكاية، والبرامج مية مية. وسيط اف ام. يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. كل يوم بنسمع خبر هنا وخبر هناك، واحد بيأكد والتاني بينفي، وانا دوري وظيفتي المناقشة بلا حدود. وعلشان ما نوصلش لطريق مسدود هنحلل الخبر وهنفحص القضية بموضوعية وبحيادية مش بمهلبية. استنوني كل يوم جمعة في رمضان الساعة 10 بالليل مع برنامج بلا حدود على وسيط اف ام. عبد الحميد متولي. بلا حدود مع الناشط السياسي عبد الحميد متولي كل يوم جمعة الساعة 10 بالليل على وسيط اف ام. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. لو حكينا من التاريخ نبتدي منين الحكاية؟ في التاريخ عظماء كتير هنحكي عنهم من البداية. استنوني كل يوم سبت وتلات الساعة 4:30 هكون معاكم أميرة في مملكة العظماء. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. مين فينا مش حابب يستمتع بحياته؟ ومين فينا مش عايز يتغير للأفضل؟ حاسين بيكم بإنك نفسك تتغير. هنساعدك في ده في برنامج أخلاق حياتك كل يوم سبت واثنين وأربع من الساعة 3 ل4:30 عصرا مع ما كامل وأحمد الجيار. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. لكل كتاب في حياتي حكاية، لكل كتاب رحلة، لكل كتاب حلم وصورة برسمها في خيالي، وتذكرة سفر لأبعد وأجمل البلاد وأمتع الروايات. انت ايه حكايتك مع الكتاب؟ استنوني كل يوم تلات الساعة 2 ورحلة جديدة وحكاية جديدة وبرنامج حكاية مع كتاب مع مروة صبيح. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. بيقولوا الطفل المصري أذكى طفل في العالم. يا ترى ده بجد ولا أي كلام؟ سين سؤال عيال هيبين ده في الحقيقة، وهنعرف دمه خفيف ولا هيبقى سخيف.
استنوني كل يوم حد وخميس الساعة 3 العصر. سونيا مرزوق. رمضان مع الوسيط حاجة تانية أكيد. فكرنا فكر جديد على راديو وسيط اف ام. صوت نبض بورسعيد الريتشي والبسيط اف ام. اسمع احلى ريميكسات وعيش جو الماتشات جوه الجول يا سلام على راديو وسيط اف ام. وسيط اف ام من بورسعيد لكل مصر. في إذاعة مش عادية، صوت كله سعدية، كل يوم بتكون حكاية، والبرامج مية مية. وسيط اف ام. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. من ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف ان قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى ان قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل ازاي؟ تابعونا كل يوم حد واربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي. وانتوا تعرفوا ازاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية اكيد. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي وسيط اف ام ومكملين معاكم. وقيس هيتجوز ليلى، والنهارده كانت الحلقه فيها حاجات كتير قوي، منها طبعا التحضير لحفل الزفاف وتحضير شهر العسل. بس معانا كده شويه نصايح عايزين نكملها. معانا مثلا نصايح دكتور فل بتقول لكل عروسه ولكل قيس ولكل ليلى ازاي يتجنبوا كده شويه حاجات عشان اليوم يعدي ويكون يوم جميل ويوم يفضلوا فاكرينه على طول. اهم حاجه في اليوم ده ان اليوم ده لازم قيس وليلى يكونوا عارفين انه اليوم ده بتاعهم ليهم ولوحدهم. يعني ده فرح ليلى مش فرح اي حد تاني غير قيس طبعا. يعني هو فرح قيس وليلى، ما ينفعش ابدا القرايب والاصحاب وكل اللي رايح واللي جاي بقى يقول رايه في الموضوع. طبعا خدوا الاستشاره زي ما اتفقنا من البدايه، بس ناخد من الاستشاره دي المناسب لينا وبس. ما ينفعش ابدا ان كل حد منفذت حاجه يوم فرحه هو او يوم حفلته هو ان هو يجي يفكرنا بيها بقى او يجبر ليلى او يجبر قيس على ان هو يعملها اليوم ده عشان كان نفسه ان هو يشوفها. لا خلاص، هو ما مرش عليه في حياته فخلاص مفيش مشكله. مش لازم ابدا خالص انها تمر على قيس وليلى برضو. يعني ممكن نعديها ونعمل احنا حاجه مميزه لقيس وحاجه مميزه لليلى. الاستشاره مفيش مانع منها، بس متبقاش هي نهاية المطاف عندنا والكلام يبقى ضروري لازم تنفيذه. ناخد منها اللي يساعدنا ويساعدنا ويناسبنا وبس. النصيحة اللي جاية دي هي لليلى، بس أنا شايفة أنها كمان مفيدة جدا لو قيس هو كمان فكر بنفس الطريقة. يعني مدلاش نبقى عصبية ومتوترة. طبعا هو يوم مهم، وأي قيس وأي ليلى في الدنيا بيتمنوا أنه يكون أحسن يوم. بس لو حصلت فيه حاجة خلاص مش مشكلة، حصلت، مش الدنيا مش هتقف عندها. يعني ممكن ناس كتير جدا تكون هتنساها بعدها. فلازم نكون هاديين جدا علشان نفضل فاكرين اليوم ده بانه كان يوم جميل. ما نفضلش بعد كام سنة قاعدين نفتكر اليوم ده حصلت فيه المشكلة الفلانية. لا، الهدوء حلو برضو. طبعا لازم نكون قلقانين على يوم مهم زي ده، بس مش لدرجة انه يضيع علينا فرحتنا ويزعل مننا الناس. ممكن قيس وليلى يكونوا زعلانين جدا ويبدأوا حياتهم القادمة بمشكلة كبيرة. حصلت المشكلة دي امتى؟ يوم الفرح. عشان كده دايما لازم نكون هادين ولازم نكون
بنقدر الموقف اللي قدامنا. يعني قيس كده لازم يكون هادي شوية وعارف ان ليلى هتكون متوترة لانها هتكون من بقالها كذا يوم بتجهز، وهتكون خارج البيت اليوم ده، في اغلب الوقت تكون بره البيت طول النهار لانها من الكوافير للاستوديو فلازم يكون هو كمان عارف قد ايه هي هتكون مرهقة وتعبانة. مش كل حاجة ليلى وقيس يعملوها لوحدهم، يطلبوا مساعدة الآخرين بس الموثوق فيهم. يعني كماما الأخ الكبير أو أخ يكون موثوق فيه، ساعات بيكون في إخوات صغيرين بس ممكن الاعتماد عليهم، أو الأخت أو صديقة أو صديق، بس يعملوا اللي احنا بنطلبه مش اللي هم عايزين يعملوه. وطبعا نديلهم برضو حرية التصرف، لأن ممكن يحصل موقف يبقى مضطرين ياخدوا فيه حل جذري، فعشان كده احنا بنقول لازم يكون حد بنثق فيه وبنثق في ذوقه وبنثق في كل تصرفاته. يعني اكيد لما يعمل حاجة هيبقى بيفكر كويس في قيس وليلى، مش بيفكر من وجهة نظره هو بس، لانه برضو لازم يكون فاهم وعارف ان ده فرح قيس وليلى مش فرحه هو خلاص ممكن يكون اتجوز او ممكن يكون لسه هيتجوز، يبقى ينفذ اللي هو عايزه ده في فرحه هو. اتكلمنا وقلنا الميزانية، ولازم الميزانية تكون محددة ومعروفة من البداية ومتفقين عليها، وما نحاولش نغير فيها أي شكل من الأشكال، لا بالزيادة أو بالنقصان، علشان ما يحصلش إن الدنيا تتلخبط. ليلى بتكون يوم الفرح ده هي أهم حد، يعني أغلب الناس بتكون العين عليها، وقيس برضو بيكون العين عليه، بس ليلى بتبقى يعني في تفاصيلها كتير، فستان، الشعر، الطرحة، البوكيه، الورد، اي حاجة ليلى بتعملها بتبقى التركيز عليها قوي، فلازم ليلى تخلي بالها ان عيون الناس عليها، بلاش تكون برضو زي ما قلنا متوترة، بلاش تكون عصبية، لازم تكون في ابتسامة دايما على وش ليلى وقيس علشان الناس ما تبدأش تتضايق منها وتزعل منها. وطبعا ده يعمل سوء فهم بين الأسر وبين العائلات، وتلاقي برضو ليلى نفسها ابتدت حياتها الأسرية اللي هي نقطة البداية لنقطة تبقى النهاية لا قدر الله. علشان كده لازم برضو تكون مهتمة جدا بنظراتها للناس وابتسامة اللي دايما ما تروحش من على وشها. لازم قيس وليلى من البداية يكونوا عارفين ان زفاف النهاردة هو نقطة تحول من القعاد في بيت بابا وعدم تحمل المسؤولية للانتقال لحياة فردية انت هتتحملها من الألف للياء. علشان كده لازم يبقى دايما مش هو يوم الزفاف ده النهاية، لا ده البداية دايما. مش مهم بقى يوم ونخلص منه، لا مش هينفع يوم ونخلص منه، لا ده يوم هيكمل عليه بقية الحياة كلها وبقية الأيام. علشان كده لازم يكون اليوم ده نكون فيه كده هادين ومتحملين بعض. ساعات في ناس كتير جدا ما بتتحملش بعض في يوم الزفاف، وزي ما بنسمع وزي ما بنقرأ دايما بيحصل فيه انفصالات كتير جدا في وقت حفلة الزفاف دي أو في الفرح ده بأسباب كتير. فياريت قيس وليلى يكونوا حاطين في دماغهم ان ده اليوم اللي هيجتمعوا بيه مع شريك حياتهم اللي بيحبوه، كل واحد منهم بيتمنى يقضي معاه باقي العمر. يا ريت يستمروا دايما في التفكير ده، مهما حصل من مناغصات في اليوم ده دايما ينسوا وعادي وهتعدي واحنا مكملين مع بعض. دلوقتي بتحصل حاجة مهمة قوي، ان ساعات في ناس بتدي استشارات، الاستشارة دي بتبقى ممكن تكون كويسة ممكن تكون لا. دكتور فيل بيقول ان لو ليلى ادت لنفسها فرصة تحب كل فكرة من الافكار دي لمدة ربع ساعة بس، يعني بلاش مثلا تفضل حاطة في دماغها وقت طويل ان الفكرة دي هي دي اللي هتتنفذ، لا احنا مش هتنفذ، احنا هنفكر فيها ونتخيلها لو اتنفذها هتكون مناسبة ولا لا. يعني احيانا كتير حد بيقترح اقتراح بيبان من البداية انه اقتراح غريب، وازاي حد يفكر ان انا هعمله او غيري هيعمله. لا، فكري وقعدي فكري فيها كده ربع ساعة وتخيلي ممكن تتنفذ، ولو اتنفذت هيكون العائد منها ايه او هيكون ضررها ايه، ونعمل موازنة كده بسيطة ما بين العائد منها والاخطاء اللي ممكن نقع فيها بسببها. ولو طلع في العائد احسن طبعا ناخدها حتى لو انت مش مقتنعة بيها شوية، بس ممكن العقل يقنعك. بس اهم حاجة ان يكون عقلك انت وعقل قيس، مش عقل اي حد تاني يجي هو بيفرض رأيه عليك زي ما اتفقنا. فلازم نحب كل فكرة كده 15 دقيقة وفي الاخر نقرر هناخدها او مش هناخدها. الافكار المجنونة مش دايما بتكون حلوة،
ومش دايما بتكون وحشة، بس برضو ما تكونش مجنونة قوي، لان ده يوم حفلة بتحصل مرة واحدة في العمر، المفروض انها بتحصل مرة واحدة في العمر، فمش كل شوية هنجازف بان احنا نجرب اذا كانت تنفع او لا. بعد ما تعبتي وفكرت كتير لازم تاخدي فترة راحة، وقيس كمان ياخد فترة راحة على الأقل قبل الفرح كده ب3 أيام، وتنسوا تماما ان احنا داخلين على حياة جديدة. يعني ناخد راحة من الحياة القديمة شوية، ونبدأ نفكر ان احنا نهدى كده ونهدي أعصابنا، وايه اللي هيحصل. يعني احنا داخلين على حياة جديدة ولازم نكون خارجين منها ناسين القديم كله. فبدل التوتر والعصبية اللي ممكن تفضل توتر في توتر في توتر، يجي يوم الزفاف يكون هو أكبر يوم التوتر بيحصل فيه، أو يوم مرهق جدا، وتبقى ليلى أو قيس مش قادر يتمتع باليوم ده أو يستمتع بيه بكل بساطة لسبب واحد، إنه هو مرهق جدا وتعبان جدا وبيتمنى الوقت يعدي ويخلص. ودي طبعا هتكون حاجة مش ظريفة، لأنه هيبقى قاعد بيشتغل وهو تعبان ومرهق، او مش بيشتغل، يعني قاعد بيحضر فرحه وهو مجبر على الحضور، ودي طبعا هتبقى حاجه مش ظريفه ابدا. ازاي هتحضر فرحك وانت مجبر؟ فمن الاحسن ان يحصل هدوء كده واسترخاء لمده 3-4 ايام قبل الفرح، ده لو امكن طبعا، ونتمنى ان هو يمكن لقيس او ليلى، واي قيس واي ليلى لازم يفكر في الموضوع ده. ناخد بقى كل حاجة بروح رياضية كده، وان لو جت معانا اي مشكلة مفيش اي مشكلة خالص. ايه اللي حصل؟ يعني مشكلة وعدت وهتعدي. لازم واحنا بنخطط ليوم الزفاف ده ان احنا كمان نخطط ان ده هيبقى بداية الحياة كلها. تخطيط يوم الزفاف ممكن يخطط بقية الحياة. لو كنت مسرفة او كنت مسرف في يوم فرحك، فانت ده معناه انك ممكن تكون انسان مسرف بعد كده، ممكن تكون كمان انسان بتورط نفسك في مشاكل. يعني لو خرجت من الزفاف ده وانت معاك مجموعة من الديون اللي مش هتعرف تسدها ولا ليك اي مصدر لتسديدها، هتبقى انسان ممكن منغص الحياة، مش هتبقى حياتك سعيدة، وتبقى دايما فاكر ان يوم الزفاف ده او الفرح ده او يوم الجواز ده او يوم ما فكرت ان انا اتجوز اصلا كان يوم ملوش لازمة. طب ليه؟ ما احنا لو احنا عملنا كل حاجة صح وبدون إسراف وبدون توتر وبدون حاجات كتير جدا، هتلاقي نفسنا بنعدي المرحلة دي وبنبتدي الحياة الجديدة. والنقطة الجديدة بتاعتنا نقطة العبور، اللي هي تكون نقطة اللي هو يوم الزفاف، نعدي منه ويبقى يوم جميل جدا نفتكره طول العمر، ونفتكرش منه شوية المنغصات اللي فيه. بعد ما خلصتي كل الحاجات ديت يا ليلى، وبعد ما قيس بقى مستعد تماما للزفاف، يا ريت كده نتصل ونأكد على كل حاجة احنا اتفقنا عليها عشان تترتب، ونتأكد ان كل حاجة في امان وكل حاجة هتكون معانا تمام وكويسة. تعالوا كده نطلع مع بعض فاصل صغير عشان نرجع نشوف بقى المشكلات او آراء المستمعين معانا كانت ايه. تعالوا بس قبل ما نطلع عايزة افكركم بسؤال الحلقة النهاردة. يا ترى لو هتعمل فرح تفضل فرح كبير ولا فرح صغير؟ ولو مش هتفضل تعمل فرح ممكن نعرف السبب هيكون ايه، وجهة نظرك ايه يعني. وطبعا مستنيين اتصالاتكم على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84. طبعا الكومنتس بتاعتكم على الفان بيج بتاعتنا وسيط اف ام. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع نكمل حلقتنا. كسوة حرير مع اني مملكش بعيد
ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف ان قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى ان قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل ازاي؟ تابعونا كل يوم حد واربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي، وانتوا تعرفوا ازاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية اكيد. من ليلى العامرية لليلى العصرية، ومن قيس بن الملوح لقيس اللي مش عاوز يروح. طول عمرنا نعرف ان قيس مجنون ليلى، لكن الجديد بقى ان قيس هيتجوز ليلى. عايزين تعرفوا ده هيحصل ازاي؟ تابعونا كل يوم حد واربع الساعة 4:30 مع أمنية قاسم وعبد الحميد متولي، وانتوا تعرفوا ازاي قيس هيتجوز ليلى. رمضان مع الوسيط حاجة تانية اكيد. إذاعة مش عادية، صوت كله سعدية، كل يوم بتقول حكاية، والبرامج مية مية. وصيت FM. أنا من الليلة بدوب وهواك مكتوب، ولا عمري أتوب في حياتي. ألف ما شاء الله عليك يا جمال عينيك يا قمر نور لي حياتي. أنا من الليلة بدوب وهواك مكتوب، ولا عمري أتوب في حياتي. سنة اللي شافك قال ولي من ده جمال، ويدوب من سحر عينيك، وانا حن قلبي ومال انسى ده محال، ولا روحي هتغلى عليك. وياك لفين ما تروح يا حبيب الروح، ده انا قلبي مسلم ليك. ما شاء الله عليك يا جمال عينيك يا قمر نور لي حياتي. أنا من الليلة بدوب وهواك مكتوب، ولا عمري أتوب في حياتي. بتمنى عمري طول جنبك على طول، ولا عمري في يوم انساك غيرك انت، والله ماليش وفي قلبي مفيش، دي حياتي وروحي معاك. والله ما سيبك يوم ولا هبعد يوم، والاخر عمري معاك. ما شاء الله عليك يا جمال عينيك يا قمر نور لي حياتي. انا من الليلة بدوب وهواك مكتوب، ولا عمري هتوب في حياتي. ألف ما شاء الله عليك عليك عليك.
ورجعنا لكم تاني ومكملين، والنهارده بنحضر لحفل زفاف قيس هيتجوز ليلى. عقبال عندكم جميعا، وكنت اتمنى ان كان عبد الحميد يكون معايا، اكيد كان هيحضر معانا حاجات مهمه قوي. عايزه اقول لكم ان نسبه التصويت النهارده كان على حفل الزفاف، او تفضل او لا تفضل او ليه، كبير او صغير او لا افضل، كان 70% حفل كبير. التصويت كان 70% حفل كبير، 20% حفل صغير، و10% لا يفضل حفل من الأساس. طب تعالوا كده نشوف برضو آراء الناس معانا، كانت ليه لا تفضل حفل زفاف. معانا مثلا حلوم وبس بتقول والله مش فارقة كبير أو صغير، أهم حاجة الفرحة اللي بجد تحسيها من جواكي وتحسيها في الناس اللي حواليكي. وجهة نظر تحترم، وطبعا هي أهم. طبعا الفرحة مش مهمة عندنا الحفل كبير أو صغير. أحمد صفت بيقول بيتهيالي إن حفل الزفاف مش مهم، ممكن بفلوس حفل الزفاف دي أعمل بيها شهر عسل في بلد تانية وهيبقى أحلى وأجمل. معانا كمان بقى بنوتات الجروب بتاعنا اللي مشاركنا دايما بآرائهم، جروب أنا عروسة. في منى القاضي كانت بتقول لو الاتنين بيحبوا بعض ومتفاهمين يبقى موضوع الفرح ده مش هيفرق كتير. يعني مثلا أنا كنت مخطوبة وكنت بحبه جدا وكان عندي استعداد إني أقبل بأي حاجة عشان أكون معاه، حتى لو ما كانش هيعمل فرح ما كانش هيفرق معايا، كفاية فرحتنا اللي بجد إننا بقينا لبعض. بس لو الماديات تسمح إن الواحد يعمل فرح، ليه لأ؟ أو تفرح وتفرح اللي حواليها ويبقى يوم ما يتنسيش. كانت في بيرو مصطفى بتقول والله أنا تفكيري مش لازم فرح كبير بفلوس، اليوم ده ممكن نحوش عليها ونعمل عمرة حتى تكون حاجة لينا أنا والإنسان اللي بحبه، وكمان ما يبقاش يوم لذنوب وتضييع فلوس وخلاص. وجهة نظر كويسة. في منى ورونا ودبشة ومرزوقة بتقول لا مش لازم، ممكن فرح برضو بس في حدود المعقول. ولولا لولي بتقول انا افضل فرح معقول علشان مش بحب الفلوس الكتيرة اللي هتدفع في قاعة هنقعد فيها ساعتين نجيب بيهم حاجة في بيتنا احسن، ونعمل فرح صغير برضو عشان نفرح وعشان الاشهار وكده. لكن شهر العسل برضو مش عايزاه، لان الايام الاولى من الجواز كده كده بتبقى حلوة، فمش هيفرق المكان. مدبرة قوي يا لولي والله. في ميرو وائل بتقول انا الفرح ما يتعوضش عندي ابدا، وايام ما كنت مخطوبه رفضت بشده ان اعمل خطوبه كبيره، وان تكاليف الخطوبه الكبيره احطها في فرح كبير بالنص انا وهو، ونحس ان فرحه العروسه مش بالفستان وبس، لا دي كمان بالحفله والمعازيم. دينا عثمان ليها وجهه نظر تانية، بتقولك كل الشعب المصري بيخرج من اي فرح يقولك انا ما اكلتش جاتو، وبتضحك. وبتقول كمان فرح صغير حلو عشان الفلوس اللي هتترمي في الأرض حرام. والله البنوتات معانا ليهم وجهات نظر وليهم آراء مختلفة، بس دي حاجة برضو ممكن ناخد بيها، وممكن ناس كتير تكون بتفكر بنفس التفكير ده. الحلقة النهاردة بتاعتنا على وشك انها تنتهي، بس قبل ما تنتهي عايزين نفكركم بس احنا عملنا ايه النهاردة، وقيس وليلى بنفكرهم معانا ايه اللي حصل النهاردة في الحلقة. خططنا الحفل الزفاف من الألف للياء، يعني من المعازيم للورد للأكل اللي هيتاكل في الأماكن اللي هنعمل فيها الفرح، للعربية، لشهر العسل، لكل حاجة. وادينا لهم مجموعة من النصايح، يا ريت يكونوا سمعوها كويس ويهتموا بيها، لأن النصايح دي كانت نصايح عامة، وفي نصايح من دكتور فيل، وكمان اللي بيقول لهم يعملوا ايه علشان يعدي اليوم ده بسلام وبأمان، ويفضلوا فاكرينه طول العمر، وما يكونش يوم كئيب عليهم هو أو هي. رجعنا كده شوية مشكلات ممكن نحلها وتتحل ازاي، بحيث ان احنا زي ما قلت الفرح يكون جميل. وطبعا بنوتات انا عروسه قالوا لنا رايهم، ومستمعينا كلهم قالوا رايهم اذا كان الفرح كبير او صغير، والاغلبيه فضلت الفرح الكبير. اعزائي مستمعي وسيط اف ام، النهارده خلصت حلقتنا من قيس هيتجوز ليلى، وطبعا اللي افتقدت فيها زميلي العزيز عبد الحميد، وطبعا انتوا اكيد انا عارفه ان كلكم مفتقدينه، ونتمنى الحلقه الجايه ان شاء الله يكون معانا ويقول لنا رايه في الحلقه النهارده من غيره كان شكلها ايه. انا عن نفسي مش مقتنعه ان الحلقه كانت حلوه، لان عبد الحميد بيكون
بيقول لنا حاجات عن قيس كتير قوي، وبيقول لنا برضو بيبلغ مننا حاجات لقيس، يعني مننا يبلغها لقيس. علشان كده النهاردة الحلقة خلصت على طول، ومستنيينكم الحلقة الجاية مع عبد الحميد متولي وأمنية قاسم، وحلقة جديدة من قيس هيتجوز ليلى يوم الأربع الجاي إن شاء الله، وهنعرف هيعملوا إيه. أعزائي المستمعين مشكرين ليكم جدا، ومع السلامة. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم بين لحظة والتانية، بين لحظة والتانية، نفرح ونتألم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورثه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة